شكل كده في خلافات عائليه ما بين ياسمين صبري وما بين مامتها وعملوا لبعض انفولو. شنطه ماجي محمد صلاح عامله قلبان على السوشيال ميديا من امبارح عشان ب5 مليون جنيه. دي صوره منتشره دلوقتي جدا لنادين نجيم قبل وبعد. ياسر جلال وخالد جلال واحمد مراد نواب في مجلس الشيوخ بقرار رئاسي. في دينا الشربيني مع خبيره الموضه مروه عبد السميع. دين الراسي بتتحدى محمد صلاح وبتقول مين فينا فخر العرب دلوقتي. في تسجيل صوتي اتسرب لوائل كفوري وهو بيتخانق مع شانا عبود مراته وهو بيقول لها رجعتي زي الكلب. وائل كفوري قال ان هو هيلاحق قانونيا اللي سرب التسجيل ده. اصاله وجوزها ما بينهم خلافات كتير قوي وناس كتير قوي بتسعى للصلح بينهم. الكوش غير الاكس يا جماعه. كارولين عزمي بعد انفصال عن خطيبها بشوي ويليام رجعت له تاني. رضوى الشربيني قلبت الدنيا بحلاوتها، بس الناس محتاره هي عامله رجيم قاسي ولا ده نح. عارفين كريستيانو بياخد كام على اي بوست ينزله على انستجرام؟ ياخد 4 مليون دولار، عنده 665 مليون فولور. محمد فراج هيبقى بطل اول حكايه في القصه الكامله لسامح سنه. القصه اسمها لعبه جهنم. أسس بيقول ان هو اتمسك في انجلترا وسابوه لما وراهم صورته مع محمد صلاح. منى شلبي قالت اتجوز ما اتجوزش محدش له دعوه. الفتره اللي فاتت كل ما ادخل اي حته في السوشيال ميديا بلاقي الصوره دي ومش عارفه مين صاحبتها. اسماء جلال والمخرج عمرو سلامه اعتذروا ان هم يعملوا شمس الزناتي الجزء الثاني. محمد امام بيقول انتظروا نجمه مصر الاولى يارا السكري معايا في صقر وكناري. عماد متعب بيحتفل بعيد ميلاد بنته تمارا ال12. دي ايناس الدغيدي كتبت الكتاب، كانت حاضره بنتها حبيبه وحفيدتها. اما رحمه بقى هتمثل مع العوضي لاول مره في علي كلاي.